إذا خرج المسيح الدجال في زمننا هذا كيف نتعامل معه؟ اسمع هذا الكلام مليح يا عزيزي البشوش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج وأنا فيكم، يقصد المسيح الدجال، فأنا حجيجه دونكم، وإذا خرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج والمسيح الدجال يكون كاين في وقت واللي يوقف في وجهه يتصدى له، وإذا خرج والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش، فكل واحد مسؤول على نفسه. حديث النبي يبين باللي كان قادر يخرج المسيح الدجال 1400 سنة من قبل. يعني يا جماعة المسيح الدجال قادر يخرج الآن ولا غدوة ولا بعد عام، العلم عند الله. لنفترض أنك نط صباح من النوم وقال لك باللي المسيح الدجال خرج، صح؟ هنا وش تدير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني يهرب، لأنه النبي قال: فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني تظن في نفسك أنك مؤمن فما تفيقش بروحك حتى تلقى روحك تبعته من شدة الشبهات. ونفترض أنه ما قدرتش تهرب منه وقابلك، وشي أول حاجة تديرها؟ يعني أول حاجة كي قابلك المسيح الدجال راح تشوف في الجبهة نتاعو مكتوب كفارة يقرأها كل قارئ وليس بقارئ، وفي اللحظة هذيك يقول لك أنا ربه. وانت الآن في اللحظة هذه تقرأ عليه ال10 آيات الأولى من سورة الكهف كما قال النبي: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وما تنساش تقول بعد كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والله أعلم وأدرى.